على ارتفاع عشرات الآلاف من الأقدام فوق المحيط الهادئ، كان هناك شكلين أسودين متعرجين يشقان طريقهما عبر هواء الليل البارد. بالكاد يمكن تمييزهما في سماء منتصف الليل. دي طيارات F-117 نايت هوك، أحدث وأكثر طيارات الهجوم تطوراً في الجيش الأمريكي، وهم دلوقتي في أول مهمة قتالية ليهم على الإطلاق. طيارات النايت هوك فضلت من غير ما حد يكتشفها وهم بيطيروا بسرعة ناحية مطار ريو هاتو العسكري في وسط بنما، ده القاعدة الرئيسية لسريتي البنادق السادسة والسابعة التابعتين لقوات الدفاع البنمية، وهي مكونة من أكثر الجنود ولاءً وتدريبهم عالي في البلد كلها. النهاردة 20 ديسمبر 1989، وده أول فصل في عملية القضية العادلة، المهمة اللي كان بيتم التحضير ليها لأكثر من سنة. وطلب من طياري ال F-117 مهمة دقيقة ومحددة زي تصميماتهم بالضبط. ما تقالش لهم يقتلوا قوات الدفاع البنمي، لكن مهمتهم إنهم يخوفوهم جامد. وعندهم الأدوات المثالية للمهمة دي، لأن كل طيارة مجهزة بقنبلة BLU-109 خارقة للتحصينات وزنها 2000 رطل وبدقة عالية جدا. والطيارين قاعدين في كبائنهم عالية التقنية وبيراقبوا الشاشات بالأشعة تحت الحمراء، وهم بيشوفوا أهدافهم بتظهر قدامهم، مش الثكنات نفسها اللي فيها قوات الدفاع البنمية، لكن حقلين مفتوحين جنبها على طول. الخطة بسيطة، نرمي القنابل في الحقول قريب كفاية من غير ما نسبب إصابات كبيرة، بس ده هيعمل انفجار قوي كفاية يخلي الجنود يدوخوا ويتصموا ويسيبهم تايهين تماما. ومن هناك الجنود الأمريكان مش هيلاقوا صعوبة في اقتحام المكان والسيطرة على الوضع من غير ما يكون فيه دم كتير. بس لما الطيارين يقربوا من هدفهم بيلاحظوا إن في حاجة مش مظبوطة. بشكل مفاجئ في رياح قوية تجتاح المنطقة، والطيارين معاهم ثواني بس علشان يعدلوا مسار الطيران ويحاولوا يعودوا. الطيار القائد نايت هوك لف شمال وأسقط الحمولة على بعد 60 ياردة بس من الثكنات اللي كانت المفروض تبقى هدف الطيارة التانية. الطيار التاني لما فهم إن الخطة خرجت عن السيطرة لف هو كمان شمال وأسقط القنبلة بتاعته أبعد كمان على بعد حوالي 300 ياردة من الهدف اللي كان متعين أصلا للطيار الأول. القنابل انفجرت وعمود من النار والتراب طلع في الهواء، والموجة الانفجارية انتشرت للخارج. لكن بدل ما يخلي السريتين السادسة والسابعة يناموا، حصل العكس تماما. الولايات المتحدة لسه مدية قوات الدفاع البنمية أكبر جرس إنذار ممكن يجي لهم في حياتهم. جوه الثكنات العساكر تفاجئوا، لكن بقوا صحيين وبدأوا يمسكوا بنادقهم في الوقت اللي أول مجموعة من الجنود الأمريكان بتستعد الهجوم. الغزو بدأ رسميا، والهدف كان راجل واشنطن كانت بتتعامل معاه قبل كده، كان على كشوف مرتبتهم الجنرال مانويل أنطونيو نورييغا. نورييغا قضى أكثر من 20 سنة كعميل للCIA، وكان بيشتغل كمخبر ووسيط استخباراتي في نفس الوقت. كان بيراقب الشخصيات الشيوعية والحركات اليسارية وبيوفر معلومات استخباراتية، وفي نفس الوقت بيسهل العمليات الأمريكية في المنطقة كلها. لكن في أواخر الثمانينات كل حاجة اتغيرت والعميل خرج عن السيطرة. بعدما بقى الحاكم الفعلي لبنما سنة 1983 واحدة نورييغا حول بلده لدولة فاسدة قائمة على تجارة المخدرات والنهب، وبقى صاحب عصابات تهريب المخدرات زي كارتيل ميديلين في كولومبيا، وكان بيقبل رشاوي وحتى حصص من أرباحهم الغير قانونية، وفعليا حول قناة بنما لطريق رئيسي للكوكايين والمخدرات التانية. الراجل اللي واشنطن كانت بتثق فيه زمان بقى ديكتاتور والغى الانتخابات الديمقراطية وطلع اللي سماهم كتائب الكرامة على شعبه وقمعهم بعنف ومنعهم من حقهم في الاحتجاج ضده. وفي 15 ديسمبر 1989 أعلن رسميا حالة الحرب بين بنما وأمريكا. واشنطن كانت محتاجة نورييغا يختفي، بس عشان تعمل كده كان لازم تحل مشكلة استراتيجية شكلها مستحيل، لأن بنما مش مجرد ساحة معركة عادية، هي شريط ضيق ومهم جدا من الأرض، وكمان في عدد كبير جدا من المواطنين الأمريكيين، 35,000 بالضبط. آلاف من أفراد الجيش الأمريكي وأسرهم متوزعين في منطقة القناة في البلد، وغالبا بيكونوا على بعد أمتار قليلة بس من أقرب ثكنة للPDF. الجنرال ماكسويل ثورمان قائد القيادة الجنوبية والشخص اللي تكلف بتخطيط عملية القضية العادلة فاهم كويس قد ايه الوضع ده ممكن يخرج عن السيطرة بسرعة ويبقى أسوأ أزمة رهائن في تاريخ أمريكا. لو أمريكا بدأت في حشد عسكري تقليدي وبطيء، نورييغا هيشوف ده جاي
وبأمر واحد منه يقدر يحول كل فندق، مدرسة ونقطة تفتيش في القناة لحصن، ويأخذ آلاف أو حتى عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأمريكيين كرهائن ويستخدمهم كدروع بشرية علشان يجبر أمريكا تتراجع. ثورمان مش ممكن يسمح بكده. غزو تقليدي مش خيار، لازم يكون سريع ومفاجئ. ضربة قوية واحدة ساحقة. أمريكا تضرب بنما بقوة وسرعة لدرجة أن قوات الدفاع البنمية تخرج من المعادلة تماما. قبل ما نوريغا يقدر حتى يصدر أمر واحد، يبدأ ثورمان يجمع خيوط خطته. 16 ديسمبر 1989، دي الليلة اللي بعد ما نوريغا أعلن الحرب. حوالي الساعة 9 مساء 4 ضباط عسكريين أمريكان في طريقهم للعشاء في فندق ماريوت سيزر بارك في وسط مدينة بنما. الرجال دول مش مسلحين وراكبين عربية خاصة. عند نقطة تفتيش قدام مقر قوات الدفاع البنمية في حي إل شيريو في مدينة بنما. العربية بتاعت الأمريكان اتطلب منها توقف. حشد غاضب من المدنيين حاصر العربية، والضباط الأمريكان بدأوا يخافوا على حياتهم. التوتر بيزيد والأعصاب بتسخن. الضباط الأمريكان حاولوا يهربوا، وجنود قوات الدفاع البنمية فتحوا النار. طلقة واحدة دخلت من وراء العربية وأصابت الملازم أول روبرت باز من مشاة البحرية في ظهره. الكابتن من مشاة البحرية اللي كان سايق العربية اتصاب هو كمان في رجله. وأثناء هروب الأمريكان نقلوا باز بسرعة لمستشفى جورجياس العسكري، وهناك أعلنوا وفاته. وفي وسط الفوضى، واحد من قوات البحرية الأمريكية وزوجته اللي كانوا شاهدين الهجوم اتسحبوا واتضربوا على إيد قوات الدفاع الشعبي. بينما هي اللي بدأت، وواشنطن مش هتعديها من غير عقاب. الرئيس جورج اتش دبليو بوش أصدر الأمر. خطة غزو بنما، عملية القضية العادلة، هتتنفذ، ودي مش هتكون زي أي غزو تاني شافوا العالم قبل كده. القوات الأمريكية مش هتركز على هجمات الجبهة الأمامية أو التعزيزات التدريجية. كل العملية تصممت حوالين مفهوم التزامن، هجمات متعددة من جهات مختلفة وكلها بتحصل في نفس اللحظة بالضبط. الساعة 1:00 يوم 20 ديسمبر ساعة الصفر تم تحديد 27 هدف. دي بتشمل المطارات، قواعد قوات الدفاع الشعبي، مراكز الاتصالات والمعاقل. الولايات المتحدة عارفة أن عندها قدرات عسكرية أقوى بكتير من بنما، بس المهمة دي مش بس مسألة قوة، لكن كمان مسألة سرعة. القوات لازم تضرب مراكز الأعصاب المنتشرة في كل أنحاء البلد من غير أي تأخير، علشان تمنع قوات الدفاع الشعبي من إنها ترد بأي شكل. الولايات المتحدة بتحشد قوة مشتركة ضخمة، وبتضم أفراد من الجيش والبحرية والمارينز وسلاح الجو وخفر السواحل. الوحدات النخبة زي دلتا فورس وفرق السير البحرية هتقود الهجوم، ووراهم قوات برية زي فوق الحراس الخامس والسبعين وفرقة المشاة الخمسة. دي ضربة ضخمة ومتزامنة. لو منطقة إنزال واحدة اتفوتت أو غارة اتأخرت، قوات الدفاع البنمية هتلحق تنسق، وعدد الضحايا المدنيين هيزيد بشكل كبير. المهمة دي يمكن تكون أعقد عملية إنزال جوي من أيام الحرب العالمية الثانية، ما ينفعش يحصل فيها أي خطأ. 20 ديسمبر 1989 الساعة 0:45 قبل ساعة الصفر ب15 دقيقة. العملية الرئيسية هتبتدي دلوقتي، لكن قبل ما عملية جست كوز تبدأ لازم تحصل مهمة تانية أصغر لكن في منتهى الأهمية، وهي عملية أسد جامبت. دي يمكن أكتر جزء حساس في خطة الغزو كلها، وحياة راجل أمريكي على المحك اسمه كيرت ميوز. هو واحد من عملاء CIA، وكان قائد حركة سرية اسمها صوت الحرية، وهدفها كان الإطاحة بنوريغا باستخدام الدعاية والبث الإذاعي السري. ميوز كان بيعمل يزرع بذور انتفاضة ضد الدكتاتور البنمي، لكن محاولاته فشلت. سنة 1989 لما السلطات قبضت عليه واعتقلته، وقضى بعد كده 9 شهور في سجن كارسل موديلو السيء السمعة. هناك في زنزانة صغيرة قاعد ميوز، وطبقا لتقارير المخابرات نوريغا بنفسه أصدر أمر إعدام تلقائي بحق الأمريكي. أول ما يتم رصد أي علامة على غزو أو هجوم أمريكي يتم إعدام ميوز فوراً. انتقام فوري ووحشي، حتى لو كان في أقل تلميح لأي عمل عسكري ضد بنما. لكن أمريكا مش ناوية تسيب ده يحصل. ففي الدقائق اللي قبل ساعة الصفر 4 هليكوبترز ليتل بيردز بيطلعوا في السماء وبيحوموا فوق أسطح مدينة بنما. جوه الهليكوبتر في أفراد دلتا فورس، وده من أحسن العسكريين المدربين في العالم. هما ما نزلهمش في الشارع،
لكن على سطح السجن نفسه، وفتحوا باب السطح بالمتفجرات، وبعدها نزلوا السلالم ناحية زنزانة موسى. هناك كان فيه حارس متكلف بمهمة إعدام موسى لو حصلت أي محاولة إنقاذ. واحد من قوات دلتا قضى عليه قبل حتى ما يلحق يمد يده على سلاحه. الفريق بيتحرك وبيضرب نار على قفل باب الزنزانة، بس القفل ما اتكسرش. بعد كده استخدموا عبوة صغيرة علشان يفجروا الباب، ودوا موسى درع واقي وحوذة باليستية ونظارة، وبعدها أخذوه للسطح وركبوه على واحدة من هليكوبترات ليتل بيرد. كل اللي فاضل دلوقتي هو الإخلاء والرجوع للقاعدة، لكن فجأة بتحصل كارثة. جنود الPDF في المنطقة بقوا دلوقتي عارفين كل اللي بيحصل، ومش ناويين يسيبوا القوات الأمريكية تهرب في نص الليل، وهم معاهم أسيرهم بيضربوا بكل حاجة من رشاشات تقيلة لقاذفات RPG. قوات الPDF بتفتح نار جهنم على الأمريكان. الهليكوبتر اللي بتنقل موسى اتصابت وبدأت تهتز وتفقد ارتفاعها، وفجأة بدأت تنزل بشكل مرعب على الشارع، وتحت الهليكوبتر خبطت في الأرض واصطدمت بمبنى قريب. كتير من أفراد دلتا اللي كانوا على متن الهليكوبتر اتصابوا، بس وهم لسه عايشين سحبوا موسى من الحطام وجروا في الأزقة الضلمة واستخبوا في أي مكان يلاقوه، وعملوا محيط للدفاع الأخير، وأشاروا لطائرة دعم ناري قريبة باستخدام ضوء ستروب بالأشعة تحت الحمراء. قوات PDF بتقرب من مكانهم والذخيرة قربت تخلص. يبدو أن المسألة مسألة دقائق بس قبل ما المجموعة الصغيرة دي من الأمريكان يتم القضاء عليها. الدفاعات حوالين المكان كانت هتقع خلاص لما ناقلة جنود مدرعة M113 من الفرقة الخامسة مشاة اقتحمت الحواجز البنمية وفتحت الطريق في الزقاق بنيران إخماد من رشاش عيار 50 عشان ينقذ موسي وفريق دلتا. آلية القتل التلقائي فشل، ونورييغا على وشك يحس بقوة الجيش الأمريكي كاملة. لو عجبك المستوى ده من التفاصيل العسكرية اعمل لايك للفيديو واضغط على زر الاشتراك. دلوقتي دي أحسن طريقة نقدر نكمل بيها ونجيب لك تحليلات عسكرية حقيقية زي دي. بس الغزو الكامل لبنما ابتدى دلوقتي. في كل أنحاء البلد فرق النخبة من العسكريين الأمريكيين بيستولوا على أهدافهم وبيشتغلوا علشان يحققوا مجموعة من الأهداف، منها تعطيل قوات الدفاع البنمية وشل شبكات الاتصالات في البلد. بس في هدف واحد ممكن يكون أهم من كل الباقيين. هدف واحد هو الأهم على الإطلاق، نورييغا نفسه. ما ينفعش نسمح له يهرب، وفريق من 48 فرد من قوات البحرية الخاصة بيتحرك ناحية الساحل علشان يحققوا ده. هدفهم هو مطار بونتا بايتيا، مطار ساحلي في مدينة بنما، وهناك موجود طيارة نورييغا الخاصة ليرجيت 35 موديل 1980. الولايات المتحدة عارفة أنه رغم شخصيته القوية نورييغا مش هيقعد كتير أول ما الطلقات تبتدي. بس لو قوات السيلز اعترضت الطيارة ده مش هيحصل. الموضوع شكله مهمة بسيطة بس بقى أعقد بكتير بسبب القيود اللي فرضتها العملية الأكبر. القادة الأمريكان مش عايزين بس يقصفوا أو يدمروا المطار، هم عايزين يحتفظوا بيه سليم علشان يستخدموه بعدين. ده معناه إنه البحرية ما ينفعش تبعت طائرة هجومية من طراز AC-130 سبكتر أو تعمل تفجير كبير في المنطقة. بدل كده اتأمروا قوات السيلز يستخدموا أقل قوة ممكنة علشان يعطلوا الطائرة. لازم يدخلوا ويعملوا ضرر كافي للطائرة علشان يمنعوها تقلع، زي إنهم يضربوا العجل بالنار أو يقطعوا أسلاك التحكم ويخرجوا بسرعة وبهدوء على قد ما يقدروا. وهم جايين من ناحية المية قوات السيلز بيتسللوا بهدوء لحد طرف المدرج. المطار منور كويس وحواليه حراس من قوات الدفاع البنمية مسلحين تقيل ومستعدين يضربوا نار في أي لحظة. قوات السيلز اتكشفوا في العلن وأضواء المدرج الساطعة رسمت ظلهم بوضوح. المدافعين البنميين بدأوا يضربوا نار من وراء عنابر الطيارات اللي ضلمة تماما، وحاصروا الأمريكان في منطقة قتل خطيرة. كتير من قوات السيلز اتصابوا بالرصاص. موضوع استخدام أقل قوة ممكنة ما بقاش ليه أي لازمة دلوقتي كل حاجة بقت مسموحة. وواحد من قوات السيلز ضرب صاروخ AT-4 مضاد الدبابات على طيارة نورييغا علشان يتأكد إنها مش هتقلع أبدا. بعد ما حققوا هدفهم قوات السيلز فضلوا مسيطرين على المكان لحد ما التعزيزات وصلت. الطيارة انتهت خلاص بس الثمن كان غالي. 4 من قوات السيلز فقدوا حياتهم وتم إصابة 8 تانيين بإصابات خطيرة. في الوقت اللي الوحدات النخبة الصغيرة مشغولة بعملياتها الخاصة، القوة الرئيسية بتنزل فعليا على بنما في أماكن زي ريو هاتو ومطار توريو ستوكومن الدولي. آلاف من المظليين من وحدات زي فوج رينجر الخامس والسبعين والفرقة 82 المحمولة جوا بينفذوا واحدة من أكبر عمليات القفز القتالي من أيام الأربعينات.
بينزلوا ورا خطوط العدو وبيخشوا على طول في منطقة الاشتباك السخنة بتاعة الغزو. لو قعدوا في الجو وقت طويل المظليين هيبقوا هدف سهل، وهيتم اصطيادهم بسهولة من قوات الدفاع البنمية اللي على الأرض. عشان يمنعوا ده، طيارات C-130 اللي بتنقل القوات الأمريكية بتطير على ارتفاع منخفض جدا حوالي 500 قدم بس من الأرض. على الارتفاع ده أول ما المظليين يسيبوا الطيارات بيبقوا في الجو حوالي 12 ثانية بس قبل ما يوصلوا الأرض. المشهد كان فوضوي، طيارات النقل بتعدي فوق أسطح بيوت بنما، وعشرات المظليين بنطوا في الهواء وبيحاربوا الرياح الشديدة اللي بتعصف بأرض أمريكا الوسطى. مش كلهم هبطوا بسهولة، في ناس خبطت في المدارج أو الشجر أو حتى المستنقعات اللي حوالين المكان بسرعة عالية، وفيه ناس تانية فقدت معداتها أو شنطها أو أجهزة الراديو وهم نازلين، وفيه اللي وقعوا فوق مواقع قوات الدفاع البنمية نفسها واضطروا يدافعوا عن نفسهم بسرعة وهن بيحاولوا ينجوا بحياتهم والرصاص بيطير حواليهم من العدو. رغم الكسور وفقدان المعدات وتشتت الفرق، المظليين قدروا يفضلوا هادئين واستغلوا مهاراتهم وخبرتهم كويس وحولوا الظروف لصالحهم. في الوقت اللي جنود قوات الدفاع البنمية بيعتمدوا على الكشافات وعميد الطلقات عشان ينوروا الضلمة ويشوفوا لمحات سريعة ومتقطعة من أعدائهم، الأمريكان عندهم ميزة أحدث تكنولوجيا. المظليين معاهم نظارات رؤية ليلية بتنور لهم الضلمة في الساعات الأولى. مجموعات صغيرة من الحراس بيلاقوا بعض في الضلمة، وبعضهم حتى بيكونوا فرق جديدة مؤقتة قبل ما يتحركوا مع بعض وينظفوا أماكن العدو ويحققوا أهدافهم. قوات PDF اللي هي في الأساس قوة شرطة شبه عسكرية ما عندهاش التدريب أو الاستعداد الكافي عشان تتعامل مع سيناريو قتال زي ده، وبتتغلب عليهم بسرعة. في ريو هاتو كتائب الحراس سيطروا على المطار في أقل من ساعة، رغم أن طيارات F-117 نايت هوك ما قدرتش تصعق المدافعين في المنطقة بنجاح. مع بداية شروق الشمس أفضل قوات نوريغا يا إما تم القضاء عليهم يا اتقبض عليهم يا هربوا. الكابوس الكبير بتاع الرهائن اللي كان الجنرال ثورمان خايف منه عمره ما حصل. سرعة الهجوم الأمريكي كانت ساحقة لدرجة أنه أغلب قوات العدو ما كانش عندهم وقت يردوا أو حتى يستلموا أوامرهم. في ناس اتقتلت أو اتصابت، بس كتير منهم ببساطة سابوا سلاحهم واستسلموا. استراتيجية التزامن نجحت وقوات الدفاع البنمية خلاص ما بقتش موجودة، لكن الهدف الرئيسي لسه ما تحققش. نوريغا لسه ما طبطش عليه حتى من غير طيارته. وسط الفوضى والدمار اللي حصلوا في المواجهات الأولى قدر نوريغا يهرب ونجا من القصف الأولاني واختفى في شوارع مدينة بنما. وفي الأيام اللي بعدها أمريكا نظمت حملة مطاردة على مستوى البلد كله، حطوا مكافأة $1,000,000 على رأس نوريغا، لكن الأيام بتعدي من غير أي علامة على مكانه. لكن بعدين وقبل الكريسماس سنة 1989 بشوية نوريغا ظهر من تاني، راح يطلب اللجوء في السفارة البابوية اللي هي سفارة الفاتيكان في مدينة بنما، وبكده هو عمل حالة جمود دبلوماسي. الولايات المتحدة ما تقدرش تقتحم سفارة وتسبب غضب دولي، وفي نفس الوقت ما ينفعش تسيب نوريغا قاعد هناك يخطط لخطوته الجاية. ولما الجيش الأمريكي لقى نفسه في مأزق طلع بحل فريد من نوعه، حاجة محدش كان يتوقعها. فريق العمليات النفسية أو ساي أوبس قرر يحيط السفارة كلها بجدار ضخم من السماعات ويبدأ هجوم صوتي على مخبأ نوريغا. شغلوا موسيقى الروك والهيفي ميتال بأعلى صوت زي أغنية بنما لفان هان وأغنية You've Got Another Thing Coming لجوداس بريست على مدار 24 ساعة في اليوم. دي وسيلة تعذيب حسية متعمدة معمولة علشان تسبب إرهاق نفسي كامل وحرمان من النوم. ببطء لكن بثبات طريقة جدار الصوت بدأت تشتغل. أي حد يقدر يتحمل يسمع شوية موسيقى عالية لمدة كم ساعة، بس لما تتشغل من غير توقف يوم ورا يوم وليلة ورا ليلة وبصوت يعور ودانك وبتمنعك حتى من النوم أو التفكير السليم، بتتحول لواحدة من أكتر طرق التعذيب غير العنيفة فعالية اللي موجودة. هو يستحمل أكتر من أسبوع، لكن في الآخر نوريغا خلاص ما قدرش يستحمل أكتر. في 3 يناير 1990 خرج من السفارة وهو تعبان ومكسور وسلم نفسه للسلطات. اترحل فورا لميامي، وهناك واجه تهم تهريب المخدرات والجرائم المنظمة. عملية القضية العادلة انتهت. في خلال أسابيع قليلة بس الجيش الأمريكي أطاح بديكتاتور ودمر قوة شبه عسكرية، وكمان أثبت فعالية عقيدة جديدة تماما
عقيدة مش بتعتمد على التكتيكات البطيئة والتدريجية زي زمان، لكن بتعتمد على السرعة والتخفي. نقدم الزمن 37 سنة. الهدف ما بقاش ديكتاتور خارج عن قانون مستخبي في الغابة، بقى المرشد الأعلى لإيران. اضغط على الفيديو اللي قدامك دلوقتي عشان تشوف بالضبط إزاي أمريكا نفذت أعقد عملية اغتيال في القرن 21. شكرا لمتابعتكم وشوفكم في ساحة المعركة الجاية.